في شقة في الحي الشعبي الجاسر. عملت قلت لك عليه يا كريم؟ راقبت البنت وعرفت كل حاجة عنها. الورقة اهو بكل تحرك ليها. قول الملخص وانا لسه هقرا كل ده. تمام. اسمها دهب. لها ناس على قدهم. بتدرس في طب عين شمس تخصص اطفال، اخر سنة ليها. ملهاش في اي حاجة خالص غير الدراسة. ما عندهاش صحاب غير سندس جارتهم في فنون جميلة، هي صاحبتها الوحيدة. ابوها موظف حكومي وامها ست بيت. قعد عمر ايه امها دي؟ في ضابط محترم يقول امها؟ فرد جاسر: قلت مليون مرة سيرة ان احنا الزفت دي تتلغي خالص. احنا هنا مجرد شباب متغرب بيدور على زفت شغل. حاضر انا ما خدتش بالي. فابتدى احمد يكلم نفسه: نفسي اعرف دخلوك شرطة ازاي. ابويا الله يسامحه غصب عليا، قال ايه ابن اللواء لازم يبقى ظابط. يا عم ده انا بخاف من خيالي، ربنا يستر. فكمل كريم: دهب كمان طيبة قوي وبتحب تساعد الناس، بتقف جنبهم. بس يا فندم ده كل الملخص. فندم انت كمان بقول ايه من الصبح؟ اسف اقصد يا جاسر. طيبة قوي وبتحب تساعد الناس. تمام. احنا لازم نجند البنت دي لينا، دي شبه نرجس اللي ماتت قوي. مجرد ظهورها قدامهم هياخدوها معاهم عشان العملية تكمل. فرد احمد: فعلا هما حاليا في ورطة بسبب نرجس. العميل الامريكي رافض يكمل العملية من غيرها، عايز ما اتفق معاها يكمل بيها. خايفين يقولوا انها ماتت ليلغي كل حاجة. فرد كريم: بس نرجس دي بشعرها وبنت شمال وده محجبة وعادية زي اي يعني بنت في سنها. فرد جاسر: عندك حق، بس دي هما بقى يحلوها مع نفسيهم. المهم ازاي نخلي دهب تساعدنا من غير ما تعرف احنا مين او بنعمل ايه. فرد احمد: لازم تقتنع بمزاجها، وحسب معلومات كريم فهي حياتها هادية قوي. ازاي توافق بقى انها تعمل كده؟ في خطة في دماغي يا احمد، هدرسها كويس واقول لكم. وبص لعمر: هو انت مالكش اي لازمة في الحوار ده؟ ايه المطلوب مني وانا اعمله؟ تسكت خالص. دخل اوضته فكريم قعد يضحك: هو انت متأكد يا عمر انك ظابط؟ اهو حظي الاسود اهو دخلت شرطة غصب عني وواقع في فريق الثعلب، وانا اصلا بخاف من الفار. ياني لو اول مهمة ليا مع تجار بودرة. ياني ياما. ضحك احمد وكريم عليه قوي. نروح في مكان تاني في بيت دهب. قعدت في اوضتها مع صاحبة عمرها سندس. ما اعرفش بقى، انا قلت له كده وخلاص، وبطلي كل شويه بكيتي فيا. يا بنت هتشلي منك. الواد بيقولك عايز يقرب منك ويتعرف عليكي، يمكن يحصل نصيب تقومي تقولي له بلا ايه نصيب بلا سبيب غير من وشي. انت عايزاني اصاحب ولد يا سندس واكلم؟ لا ده غلط وعيب وحرام، وكمان ده يأثر على مسيرتي المهنيه اللي بحلم بيها. اللي عاوز يتجوزني يدخل من الباب، غير كده لا. وقامت عادله النضاره بتاعتها: يا حبيبتي افهمي، هو مش هيخرج ولا هيعمل حاجه، هو بس هيتكلم في التليفون، حصل قبول يجي. لكن انت كده يا دهب مفيش عريس هيعبرك، انت كل شويه تطفشي واحد، قربوا يخلصوا. قومي يا بنت قومي غوري، عايزه اذاكر، امشي هش. ما تزقيش كده براحتك، انا بنصحك كاخت، مجرد تعارف يعني، انا مش بقول خروج وفسح وكده يعني. سلام يا دهوب. خرجت سندس: لا يعني انا اكلم ولد؟ لا مش هعرف، انا ماليش في الحاجات ديت، انا اذاكر احسن. نروح قدام كلية دهب. كانت واقفة عمالة مستنية وسيلة المواصلات عشان ترجع بيتها. فجأة وقف جنبها شخص وهو جاسر. أنسة دهب؟ ايه ده؟ مش مرتبطة ومش برتبطة ومش فاضية، فغور من وشي بقى انت كمان عشان مش ناقصة تلقيح جدد. نعم انا ما قلتش نرتبط، انا ما اتكلمتش اصلا. وبعدين قلة الذوق دي؟ اصل انا كل يوم والتاني ينط واحد زي حضرتك كده انسة دهب ولوك لوك لوك لوك، وفي الاخر يطلع عايز ارتباط وتليفون. يا جماعة انا اهيف من كده، انا ماليش في الحوارات دي خالص. يعني انت عايزانا اتجوزك على طول ولا ايه النظام؟ صدق يا مؤمن، هتصدق ان شاء الله والله العظيم. انا حتى مش واثقة فيها، يعني جو الخطوبة والجواز لا مش بتاعي، يعني ده ضيق عليا، بتحس انا مش عارفة ادخل فيه. انا كائن خلق لا يدرس فقط. اسمع مني وابعد عني يا ابن الناس، عايزه اروح، الله يسهل لك حالك. جاسر سمع منها الكلمتين دول فابتدى يكلم نفسه: ابني شكلها هبل. لولا ام المهمه دي كنت ضربتك بوكس واخدتك على الاسم، سحلتك هناك عشان تحرمي تكلمي معايا كده. حضرتك انا واقع في كرمك وانتي طوق نجاتي. انتي شبه واحده الله يرحمها كنت اعرفها. الله يرحمها
عن اذنك بقى. جت تمشي فكمل. ارجوكي ساعديني، عايزك مكانها. نعم، عايزني مكانها ازاي؟ انا اعمل لك مرحومه انا يعني ولا ايه؟ كلم نفسه تاني. هطبق وشك ان شاء الله. ابدا، بس انت مصدر نجاحي الوحيد. انت شكلك بنت مؤمنه ومتدينه. انا طالب مساعده منك، حقي ضاع. امي بتموت وانت الوحيده اللي في ايدك تساعديني. حرام، الله يرحمها. ربنا يخليها لك. مش فاهمه انت محتاج مني؟ انا تخصص اطفال ولسه تحت التمرين. محتاج مساعده مني في ايه؟ الموضوع خاص، ممكن يعني يتكلم في اي مكان تاني. ممكن اعزمك على اي حاجه. لا 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 لا، عزومه ايه؟ لا. واشرب معاك حاجه؟ لا مستحيل. افرض حطيت لي حاجه في الاكل؟ لا سوري، ماما قالت لي اكل حاجه بره ولا اشرب حاجه من حد. يا اختي يا نونو. نعم، حضرتك بتهزر؟ اوعى من وش يا جدع، بدل ما انده امن الجامعه يطبقوك في بعضك كده. والله العظيم امي بين ايديك يخلي في قلبك رحمه. فين الانسانيه يا ابني؟ انت لو مسكتيني نفضتني كده انا معيش غير المصروف الشهري بتاعي كله 200 جنيه تاخدهم واشحت انا باقي الشهر، يرضيك؟ انا مش عايز فلوس، اديني فرصه بس اشرح ليكي. ممكن ارجوكي؟ انت شكلك طيبه قوي، امي هتموت، انا ما اقدرش اعيش من غيرها. ابتدت تكلم نفسها. الحوار ده يا اخره اما هياخدني غصب عني ويبيعني اجزاء، يا اما هتحصل حاجه مش كويسه زي ما بنسمع في الاخبار. لا، ولا بيع اعضاء ولا زي ما انت بتسمع في الاخبار. ها؟ انت سمعت انا بقول ايه؟ هو انت مخاوي ولا ايه؟ مخاوي ايه؟ لا يا ستي، شكلك بتكلمي نفسك بصوت عالي كتير. لا خالص، بس يعني احيانا الصراحه. طب بدل الوقفه دي تعالى نقعد في مكان ونتكلم افضل، انا تعبت. طيب بس انا اللي اختار المكان. كده هتطمني يعني؟ حاضر، اتفضلي. انت هتمشي معايا ولا ايه؟ لا استناني عند المطعم اللي في اخر الشارع ده وانا جاي وراك، اتفضل. نفرض ما جيتيش، امي تموت بقى عادي يعني؟ هو انت بتتكلم جد؟ يعني حياة مامتك واقفة عليا انا؟ اوعى تكون بتشتغلني بالله عليك. للاسف ايوه، ما تخافيش، مش بشتغلك والله العظيم. طب اتفضل روح انت وانا جاي وراك، ووعد مني. شكرا جدا، عن اذنك. في المطعم. ها قلتي ايه؟ انت مجنون يا جدع، صوتك. ما هو ده جنان الصراحة. عصابة بودرة. ده انا بخاف من افلام الاكشن، بفضل يومين مش عارفة انام من الاكشن بس، مش رعب كمان. تقول لي عصابة ومافيا، ده انا يجيلي سكتة قلبية. لا ما تخافيش، انا جنبك ومعايا صحابي، كل المطلوب منك الظهور قدامهم بس، هم عليهم الباقي، وبعد كده مش محتاج منك غير ميعاد التسليم. هبلغ البوليس واخد حقي. وهتاخد حقك ازاي بقى؟ الورق بتاع الارض بتاعتنا في خزنته، ودي مهمتك. انا هخلي البوليس يديني ورق الارض بعد ما يتاكد انها بتاعتي، وفلوسي كده كده الحكومه هتديني مكافاه كبيره هقدر بيها ان نعمل عمليه امي وانت تاخدي نصيبك. يا سيدي انا مش عايزه فلوس، المهم مامتك. بس برضو الموضوع يخوف قوي. افرض انكشفت اروح اعرف تيس يعني؟ وايه اللي هيكشفك بس؟ انت هتصغري عادي بشخصيه دهب اللي هم محتاجينها اصلا عشان الصفقه بتاعتهم تكمل. وانت ايه اللي عرفك بكل المعلومات دي عنهم؟ انا مراقب من سنين، انا بحاول اخد حقي منهم، واول ما شفتك قلت هي دي اللي هتجيب لي حقي اللي ضاع من سنين. وانت شكلك طيبه. ها قلتي ايه؟ طب افرض حد يعني مد ايده عليا، دول مافيا يا ابني. لا انا مش مطمنه. انا مقدر خوفك بس اطمني، في واحد هناك اسمه احمد، ده زميلي، قدر يدخل وسطيهم ويشتغل معاهم كمان، هيكون معاك على طول، وانا دايما حواليكي، وكمان هما محتاجين ليكي عشان الصفقه تكمل. فهماني ولا ايه؟ انت الوحيده اللي تقدري تعرفي ميعاد العمليه دي وتقدري تاخدي الورق من الخزنه. انا ليه حاسه شكلك لا ظابط لا نصاب؟ كلامك كلام واحد منهم. ها قولي. انا غلبان، امي بتموت، ارجوك يا دهب من فضلك ساعديني. حاضر، افكر وارد عليك بكره. ما فيش وقت، انت تفكري وترد عليا على العشاء، ماشي؟ وادي رقم اهو. واخد تليفونها المحطوط على الترابيزه وسجل رقمه ورن على نفسه. تمام كده، سجلت الرقم، مستني منك تاكيد، سلام. وقف ومشي وسابها وهي مصدومه، وجي العامل قال لها الحساب يا فندم. ها؟ هو ما دفعش اللي كان معايا؟ هو مين حضرتك ده؟ الحساب كام؟ 130 جنيه. يا ابن اللذينه، كنت باصص لي في ال 200 جنيه مصروفي، والله العظيم ناخدهم منك. الحساب يا فندم. حاطط الفلوس على الترابيزه. خلاص يا اخويا فهمت، خدهم. وقفت بحزن ومشيت وهي حزينه على مصروفها اللي ضاع. نروح عند كريم.
وافقت ولا ايه؟ هتفكر، بس هي طيبة وعبيطة كده، هتوافق. شوية حزن، كلام استعطاف، هتيجي. فرد عمر: طب ما احنا نجيبها من قفاها ونقول لها ونخلص وتشتغل معانا غصب عنها، وتبوظ المهمة ويضيع شغلنا كله. والله العظيم يا عمر انا ما خايف غير منك انت تصدق؟ فرد كريم: افهم يا عمر، لو قلنا لها احنا مين، اللي زي دهب دي خوافة، ممكن تبوظ كل حاجة من توترها. دهب مش لازم تعرف اي حاجة عننا خالص، عشان لو انكشفت ما نتحرقش كلنا، وتعرف العصابة ان البوليس وراهم ونقدر نكمل. كفاية احمد ممكن يتكشف، فهمت؟ لا. فرد جاسر: سيبك منه، المهم الخطة تمشي زي ما احنا عايزين، ده المهم. تمام يا جاسر. هو فين احمد؟ معاهم في الشغل، انت عارف بيحاول يدخل جواهم بشكل اكبر من عامل بوفيه. تمام، ربنا معاه. بص جاسر لعمر اللي كان قاعد ياكل ولا يبالي بأحد: خليك انت كده قاعد لي. دخل على جوه، وهنا رد عمر: انا مش عارف الراجل ده مش طايق لي كلمة ليه. كل يا حبيبي كل. دهب بتفكر وهي قاعدة في اوضتها: طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ يعني مش هينفع اقول لحد ان دول مافيا كبيرة، ومش هينفع حد يعرف اخد رأي مين. بس يا ربي، الحيرة. وقفت وصلت استخارة عشان ربنا يدلها على الطريق الصح، وبعد ما صلت رفعت ايديها للسما: يا رب يا رب دلينا على الخير ليا يا رب، يا رب العباد خليك جنبي يا رب، انا محتارة قوي، الست بتموت، ساعدني يا رب. بعد صلاة العشاء استنى جاسر اتصالها، بس هي ما اتصلتش. اما هو مسك التليفون ورن عليها، وهنا اتصدمت، لقيت تليفونها بيرن باسم جسوري ماي لاف. فتحت التليفون: ايه الزفت اللي انت مسجله دوت؟ عشان بس لو حد من العصابة جنبك ما انت هتقولي انك مخطوبة لواحد اسمه جاسر. طب بقى لو ماما ولا بابا ولا سندس جنبي اعمل انا ايه بقى؟ مين سندس دي؟ اختك؟ لا صاحبتي. وبعدين انت مالك مين سندس؟ انا هغير الهبل ده، انا هسميك جاسر وبس. وخد هنا بقى حضرتك تقول لي يعني ازاي ممكن اعزمك وفي الاخر تسيبني ادفع انا الحساب؟ دي قله ذوق. يا خبر، انا اسف جدا والله، ما كنتش اقصد. هو انت حضرتك دفعتي كام؟ 130 جنيه لو سمحت، دول مصروفي الشهر كله، انا كده هشحت، مش امك تعيش وانا اتشرد. حاضر حالا يا ستي. الرقم ده عليه فودافون كاش؟ ايوه. بصت للتليفون لقيت رساله ب 500 جنيه. انت هتبقشش عليا؟ لا والله ابدا، لو سمحت خد فلوسك، انا صحيح شكلي بائس بس مش شحاته. دول عربون الشغل يا ستي، ابقى اخصمي ال 500 جنيه من حسابك اخر العمليه. 500 جنيه ايه يا حرامي؟ هما 370 جنيه بس، ال 130 دول حقي بتاع العصير يا حاج. ماشي حاضر. وعمليه ايه؟ انا اصلا لسه مش موافقه، واكيد يعني انا مش هاخد فلوس في خدمه انسانيه زي دي، انا برضو بفهم في الاصول كويس. يبقى انت موافقه؟ ارجوكي، انا امي كل يوم بيعدي عليها خطر عليها، دول نصابين نصبوا عليا واخدوا ارضي والفلوس، انا ما عنديش فلوس تاني. حاضر يا جسر، موافقه، ربنا يستر، مع اني حاسه اني هلخبط الدنيا خالص. ما تخافيش، انت مش مطلوب منك غير انك بس تظهري قدامهم، الفتي نظرهم بخناقه، صوت عالي، اي حاجه، ويسيبي الباقي عليهم. سهله خالص. تمام موافقه. هقابلك الصبح انا وصحابي نفهمك المطلوب منك. مش قلت مش مطلوب مني حاجه؟ شويه تفاصيل لزوم الشو مش اكتر، اطمني. ماشي، بعد الكليه، سلام. دهب. نعم. شكرا قوي. على ايه بس؟ المهم مامتك تكون بخير، انا والله العظيم لو اقدر اجيب لك الفلوس العمليه كنت جبتها، ومامتك تبقى بخير بدل القلق ده كله. وهنا ابتدى يكلم نفسه: ايه اللي انا بعمله ده؟ دي بريئه قوي، بس الشغل المهمه ما عنديش قدامي غيرها. شكرا يا دهب، تصبح على خير. وحضرتك من اهله. قفلت التليفون وفضلت تفكر. تاني يوم في المطعم: مين دول؟ احمد، وده كريم، وده عمر، صحابي، هو بيساعدوني عشان اخد حقي. تمام فهمت. انتي متوتره ليه كده؟ اهدي. فضلت دهب بعد ما فشلت النضاره وحطيتها على الترابيزه: اصلي بصراحه انا اول مره اقعد مع ولاد، فانا حاسه بتوتر يعني. بص جاسر لعيونها قد ايه جميله قوي وبريئه. ده مكان عام وعادي، لو حد شافك قولي صحابك بالجامعه وخلاص.
اكذب؟ استغفر الله العظيم يا رب، انا لا بحب الكذب ولا الكذابين. ياسر فكمل كريم. دي كدبة بيضة يا أنسة دهب، مش أكتر يعني. يعني ايه بيضة؟ الكذب كذب يا فندم، ولا ابيض ولا اسود ولا هو الوان. انا لا يمكن اغفر للكذاب اقول الحقيقة لو على رقبتي، لكن اكذب ده اسمه انحطاط اخلاقي. انفجر عمر بالضحك، وهنا اتوتر جاسر ويتكلم عمر. انحطاط أخلاقي، لا حلوة. بص له جاسر فاتكتم، وهنا ابتدت دهب تكلم جاسر. هو صاحبك ده عبيط؟ شوية. فكمل كريم. أنسة ده أحمد هيساعد هناك كتير، بلاش تلفتي النظر إنه تابعك، وكمان نرجس ما كانتش محجبة. نرجس مين؟ فرد أحمد. نرجس دي اللي شبهك وماتت. وأنا مالي ومالها، أنا محجبة ولا يمكن أقلع الحجاب خالص. فكمل جاسر. ما حدش قالك اقلعي، بس حاولوا تقنعيهم بإنك مش هتعملي كده بدون ما تبوظي الدنيا. كل المطلوب ميعاد العملية والورق. هو احمد ما يعرفش يعمل كده يعني ونخلص من الحوار ده كله؟ ما قلتي لا؟ هو انت غبيه؟ طب ايه رايك بقى؟ انا مش هعمل لك حاجه، انا غلطانه، خير تعمل شر تلقى صحيح. يا ست انا اسف، ممكن بقى تروحي المكان ده وتبدا الخناقه؟ ايوه يعني اتخانق مع مين؟ وافرض اللي اتخانقت معاه ده قام ضربني مثلا. فكمل احمد. انا يا ستي اتخانقي معايا، انا هعكسك وانت بقى عليك الباقي. ماشي ما نشوف. فكمل احمد. تمام، همشي انا بقى واستناكي هناك، سلام. وهنا رد جاسر. اوعى اكلمك وتلفتي النظر، انا هكلمك وانت تضحكي على اني خطيبك، المطلوب منك تسمعي مني وبس. تمام، المهم امك تقوم بالسلامه ان شاء الله. بس سؤال، يعني صحابك شكلهم ما شاء الله طول بعرض، مفيش حد معاهم فلوس خالص العمليه ونخلص من الحوار ده كله؟ لا، شحاتين زي بالظبط. ونده على العامل ودفع الحساب. قام الدهب. اتفضل خد دول 370 جنيه. انا الصراحه ما رضيتش اديهم لك يعني في الاول، لا تطلع واطي وتمشي انت وصحابك من غير ما تحاسب. بص لها بصدمه، وفضل كريم وعمر يضحكوا عليها. بس بما انك محترم خدهم. قلت خليهم تحت الحساب. يا جدع عيب، المفروض اديك، انا امك بتموت، بس والله ما معايا الا دول. يلا الحمد لله. يلا يا دهب روحي. تمام، استعنا على الشقه بالله. قامت مشيت قدامهم، وعمر وكريم عمالين يضحكوا عليها. اما جاسر كان هيطق من جنانها. يا ترى هتعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه الحلقه الجايه. استنونا ولسه الى اخر الحلقه. يا اشترك للقناه ولايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.